اقرب الناس ليك اللي ممكن يكونوا معاشرينك اكتر من 30 سنه مش هيقدروا يعرفوا الصور دي ودي والفيديو ده ان دول مش حقيقيين واي اي، وده تقنيه اسمها الديب فيك في الاي اي. الديب فيك بيغطي الصور وبيغطي الاصوات وبيغطي الفيديوهات، فاصبح في كل حاجه على السوشيال ميديا انت ممكن تعمل اي اي ديب فيك يعمل لك كل اللي انت عايزه من غير اصلا لا انت تظهر ولا اي حاجه، ويكون محتوى شبه حقيقي. انا بحاول اوصل لك ان اللي فات ده كله كان متاخد من الصوره دي صوره حقيقيه، ولكن الصور اللي فاتت دي ما قدرش يعرفها اقرب الناس ليا. فتخيل معايا ممكن يحصل ايه لحد بعيد، يعني انت تعرفه من بعيد او كده، ممكن مثلا يتلفق له ايه او طب علشان نقدر نعرف لو الشخص ده متلفق له فعلا ولا حقيقي بنسبه طبعا معينه، مش هتقدر تجزم بنسبه 100%. في الصور دايما بيكون في مشاكل في صوابع الايد، دايما بتكون فيها مشاكل، يا اما متلخبطه راكبه فوق بعض بشكل غلط، حاجات زي كده. دايما ركز على التفصيله دي في الصور عشان تقدر تعرف هي اي اي ولا لا. كمان تفاصيل قص الصوره والاضاءه ممكن تكون مش مظبطه قوي. في الفيديوهات بيكون في حاجتين اساسيتين تقريبا، زي الليب سينكينج او طريقه تحريك الشفه مع الكلام يكون فيها مشكله، واوقات لا، بس يعني اغلب الاي اي ممكن تعمل مشكله زي كده. والاضاءه بتكون مش مظبوطه بشكل حقيقي، يعني مش بالشكل المظبوط قوي. اما بالنسبه بقى للصوت، بيكون الصوت اوقات فيه لهجه او كلام مش بيتقال بالشكل الصح. يعني انا بتكلم از نيتيف مثلا باللغه العربيه، بتكلم باللغه العربيه الصحيحه المصريه مثلا، فتلاقي كلمه كده ايه مش راكبه مع، او التشكيل بتاعها مش المفروض يتقال بالشكل ده. في غلطات بتحصل كده في الاي اي دايما. الخيل والليدال والبيلداء يعرف. خد بالك من اي محتوى بيتنشر، حاول تتاكد منه مره واثنين وثلاثه قبل ما تحكم على الشخص ويحصل مشكله جديده.